على الرغم من ان النهارده الزمالك في ماتش بتروجيت كان مستوى يعني وحش جدا، وفي الشوط الاول كانوا متباعدين الخطوط وكانوا بيعملوا مس باص كتير في نص الملعب، الا ان زيزو كان ممكن يخلص الماتش لصالح الزمالك وباقل مجهود. لكن من الواضح كده ان زيزو دماغه مش مع الزمالك اصلا، ومش مع واوت في كل حاجه. يعني هو دماغه كلها في تجديد العقد، ويا ترى هيدوني مستحقاتي ولا لا، ولا اشتكيهم ولا هروح الاهلي. فالراجل دماغه بره، طول ما اللعيب دوت دماغه بره الملعب، فانسى تاخد منه مستوى. خصوصا وان الماتش بتاع اللي جاي انت بتلعب الاهلي، الزمالك بيلعب الاهلي بالمستوى ده. فهتشيل سكور يوم 22، وهتيجي بعد الماتش تقول ان زيزو ما بيعرفش يلعب، وان زيزو فوقيه، وان زيزو تحتيه. هقول لك كلمه واحده: انت السبب. انت اللي ما عرفتش تحافظ على اللاعب، انت اللي ما عرفتش تخرج اللاعب عن اللي هو فيه وتدخله الاجواء تاني. فانا بس بسبق علشان الناس اللي هتطلع تتكلم على زيزو وحش، واللي هتقول لك ان زيزو ما بيعرفش يلعب، واللي هيقارنوه بحسين الشحات، واللي هيقارنوه بامام عاشور. عشان انا عارف العقليات اللي هتطلع تقارن زيزو وتقلل منه كتير قوي الفتره الجايه، على العلم ان هي نفس العقليات اللي هتبقى طالعه بزيزو السما لو زيزو مضى للاهلي. شكرا.